لكنهم جزعوا ولم يصبروا. فلكن أن رزقك الله الصبر على هذه المصيبة هذه نعمة. إذن يقول هذا قول ابن عباس حقيقة، قال: ما أصابني الله بمصيبة إلا حمدت الله على ثلاث: أنها كانت في دنياي ولم تكن في ديني. اثنين، شو يعني ولم تكن في ديني؟ هذا بيتفاوت على حسب الدين والإيمان. في ناس ما يعني يعتقد أنه أصيب بمصيبة في دينه إلا لا سمح الله إذا ترك الفرائض فترة طويلة ولا سمح الله ارتكب الكبائر، هذا بيقول لك والله مرت علينا فترة. في ناس عندهم إذا فاتته صلاة يا لطيف يقيم مأتما، بيعزي حاله: أخي شو صار؟ راحت علينا صلاة العصر، شو سوي يعني؟ مصيبة، هذه مصيبة في الدين. في هنالك مقام أرقى من ذلك: إذا كانت فاتته صلاة الفجر في الجماعة هذه تعتبر مصيبة كبيرة. حتى الصحابة رضوان الله عليهم قالوا إذا الواحد فاتته صلاة الجماعة الفرض الفجر يروحوا يعزوه أنه أنت راح عليه خير كبير. فلذلك أنها كانت في دنياي ولم تكن في ديني، أنها كانت بهذا القدر ولم تكن أكبر، وأن الله رزقني الصبر عليها. إذن يا أخوان هذول الحمادين الله على كل حال ينادى عليهم يوم القيامة: قوموا ليقم. شو قلت لكم؟ الله بينادي 3 شغلات: ليقم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فيقومون وهم قليل. ليقم الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة فيقومون وهم قليل. ثم ليقم الحمادون الله على كل حال. ليش عم نحكي عن الشكر؟ فيقومون وهم قليل ثم يؤمر بهم إلى الجنة، هذا قبل الحساب. ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب. يلا بقى الباقي كله وين؟ على الحساب، ينتظر دوره. معناتها الأولانيات هدول 3 أصناف شو صار؟ دخلوا الجنة بغير حساب. ليش نحن عم نحكي عن الشكر؟ والشكر مادة مهمة، ونص حياة الإنسان ونص دينه هو الشكر. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصبر شطر الإيمان، الصبر على المصيبة، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على شدائد هذه الدنيا. قال: الصبر شطر الإيمان. قيل: يا ابن عباس وما شطره الآخر؟ قال: وهل هو إلا الشكر؟ دائما الإنسان ما بين صبر وشكر. لذلك هذا الشكر له أركان 3 حتى نكون من الشاكرين. تعرفوا شو اللي خلانا ننطلق إلى الحديث عن الشكر؟ النصر، يا عيني عليك، معناتها أنت مركز تمام معي. قلت لكم أنه لأنه أنا ما تغيبت عن الدروس، ذكرت لكم بأنه إذا حل النصر عند المسلمين وجب عليهم الشكر. وهل هنالك نصر أعظم من هذا الذي أكرمنا الله به؟ وزوال للظلم والطغيان أكرمنا الله عز وجل به، هل هنالك أعظم من ذلك؟ كلياتنا ندرك ذلك. فالله عز وجل قال: إذا جاء نصر الله. دائما هذه نعمة كبيرة، النصر من الله لا يكون إلا من الله. صحيح الله يجزيهم الخير، مجاهدين فاتوا واشتغلوا وطلعوا من إدلب لهون وصبروا وتحملوا، لكن في الحقيقة الناصر هو الله، والذي هيأ هذا الأمر هو الله. هو الله عز وجل في كذا آية: وما النصر إلا من عند الله ينصر من يشاء. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وينصرك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي نصره؟ الله. وينصرك الله نصرا عزيزا. إذن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، يعني سبح الله واحمده، فسبح بحمد ربك واستغفره. الآية الثانية اللي هي يعني أقرب إلى حالنا، الله عز وجل قال: واذكروا إذ أنتم قليل، أي وحده، مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. هذول مو كلهم كانوا موجودين؟ قليل صحيح كنا كتار، بس ولكن في حكم القليل.
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. ليش؟ لعلكم تشكرون. فهذا العطاء بده شكر، والشكر له أركان ثلاثة. أول وحدة شكر القلب، أن تعتقد يقينا أن هذه النعم النصر وغيره كل ما فيك من النعم من الله عز وجل يقينا. ذلك في الأذكار الصباح والمساء: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. هذا الركن الأول من أركان الشكر. والركن الثاني من أركان الشكر هو شكر اللسان. شو يعني شكر اللسان؟ بدك تثني كثيرا على الله. الجمعة الماضية قلت لكم لازم الواحد يكون عنده حفظ لأنواع وصيغ من الثناء على الله. قلت لكم هل إذا أعطينا الميكروفون لأحدهم وتفضل ادعي لنا وأثني على الله، بس فقط ثناء، في كتاب اسمه جامع الثناء على الله، هذا هلأ ذكرته، لا الشيخ اللهم صل على من لبنان، هو جامع الثناء على الله. حدا متذكر شو اسم المؤلف؟ النبهاني. ما شاء الله. مين قال النبهاني؟ يا عيني عليك، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذا يجمع فيه صيغ كثيرة من الثناء على الله سبحانه وتعالى. جميل، لأن هلأ إن شاء الله بدي أبحث عنه، موجود هو. فبدك تكثر من الثناء. لما بدك تفز بالليل تدعو الله: يدعون ربهم خوفا وطمعا. قبل الدعاء شو لازم يكون؟ في ثناء. وهذا الثناء يا أخواننا بقدر حبك لله عز وجل واعتقادك بأن هذه النعم العظيمة وهي منه، بتلاقي ينطلق لسانك بالثناء، بكثرة الثناء. فلا بد أن تكثر من الثناء، ثم تصلي على رسول الله، ثم تطلب من الله حاجتك، ثم تختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالثناء على الله. هو أجمل ثناء على الله هو ما ورد في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا من أعظم الثناء. لذلك لما بتقوله بالصلاة شو بيقول لك الله؟ حمدني عبدي الحمد لله رب العالمين. تقول الرحمن الرحيم، يقول أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين مجدني عبدي. وبدك تشعر بهذه المعاني. إذا ما شعرت الله يغفر لنا ويتوب علينا ويفتح لنا عيون وألسنة وأسماع قلوبنا. إذن أن تكثر الثناء، هذا الركن الثاني من الشكر، أن تكثر الثناء على الله باللسان. بدك تكثر. أضعف الإيمان أذكار الصباح والمساء فيها جزء كبير من الحمد. أضعف الإيمان بعد كل صلاة أن تسبح الله عز وجل التسبيحات 33 مرة، سبحان الله والحمد لله، بعدين الله أكبر. هذا من الثناء على الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل بيرضى منك بالقليل. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. النوع الثالث أو الركن الثالث من أركان الشكر، ولا يكتمل الشكر ولا تكون شاكرا إلا بتحقق هذه الأركان الثلاثة: أن تشكر الله في قلبك، يقين تعتقد بأن هذه النعمة من الله. 2، اللسان، أن تكثر الثناء والحمد التحميد. الثالث أن تشكر الله عز وجل بجوارحك. شو يعني بجوارحك؟ يعني بأعضائك. أن تشكر الله بالعمل، أن تشكر الله عز وجل بتتقرب إلى الله باستعمال النعم فيما يحبه الله. يعني هذه العين وهبك الله عز وجل إياها، وليست نعمة من الله؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع. هل الآن عم تسمعوني؟ في حدا ما له سمعة؟ تبصرون؟ اي والله. طب هذا البصر
اللي شايف القريب والبعيد والأبيض والأصفر والأحمر، الألوان يعني. أليست هذه نعمة؟ أليست هذه نعمة نسأل الله أن لا يزيلها. الشكر الحقيقي أن تستعمل هذه النعمة فيما يرضي المنعم، يعني النظر، لا تنظر إلى ما حرم الله. هذه وهو قال لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. في ناس شو سابنا لك كلها نظرة، يعني شو حكينا كلها كلمة، لا تتخنا شيخي. هذا اللسان أليس نعمة؟ خلق لك يا الله عز وجل، والله يعني عبي يذكرك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. لسان هذا نعمة، 17 عضلة، ما أدري 18 17 17 عضلة. هذا اللسان، شقفة اللحمة اللي موجودة بتمها 17 عضلة. ليه؟ قال حتى يتسنى له أن يقوم بكل المهام المطلوبة منه. لسان 17 عضلة، كل عضلة إلى يعني مهمتها. تلاقي لسان ما شاء الله بيتحرك بكل الجهات، لقدام ولورا ولا على اليمين وعلى اليسار ولفوق ولتحت، مشان يطلع معك باللسان 18 حرفا بمخارج الحروف التجويد. يا شباب يلي درسوا بالمعهد الشرعي، كم حرف يخرج من اللسان؟ 18 حروف تخرج من أقصى اللسان. حرف القاف من أقصى اللسان، ثم يليه حرف الكاف، أكا، بينزل المخرج شوي. شو بدك تعرف كل مخرج منين بيطلع؟ تسكن الحرف وتجعل قبله همزة مفتوحة أو مكسورة، فتقول تحت منه الكاف، بعدين بيجي بعد منه حافة اللسان الضاد، بعدين اللام، من شجر اللسان يعني وسط اللسان طلع 3 حروف، الشين والجيم والياء. طرف اللسان لحاله، هذا القسم المتحرر منه، يخرج منه 5 مخارج، كل مخرج فيه 3 حروف. الله، معنى 18 حرف يخرج منها اللسان. وبالطعام ما شاء الله شاطرين فيها الشباب، بيتحرك بكل الجهات هيك، وبيقلب اللقمة اليمين ويسار ولفوق ولتحت، بعدين بيدفعها دفعة واحدة لتحت. مين اللي عم يدفعها؟ تفوت اصبعتك مشان تفوت اللقمة؟ لسانك. لذلك اللسان وفيه الحليمات الذوقية، لا إله إلا الله، ألم نجعل له عينين ولسانا. الله بذكرك الحليمات الذوقية، راس لسان. عرفتوها شو هي الحليمات الذوقية؟ إذا بتفتح تمك هيك قدام المراية وبتمده لقدام شوي، بتلاقي فيه هنالك نقاط. هذه الحليمات كل واحدة موصولة بسلك عصبي للدماغ. ليش؟ مشان يفرق بين الأطعمة. من قدام أول شيء بيطلع معك الحلو، بعد شوي من جوا المالح، آخر شيء المر، المالح والحامض، بعدين المر. ليش تذوق المر يكون في آخر اللسان وأقصى اللسان؟ قال لأن معظم الأدوية التي يستعملها الناس فيها مرار. لذلك من رحمة الله عز وجل أنه أنت بتشربها ما بتشعر بمرارتها إلا بعد ما صارت قريبة جدا من البلعوم. هذه الحليمات الذوقية اللي هي 10,000 حليمة موجودة على اللسان. يا الله، طيب إمتى اكتشفوا هذا الشيء؟ هلأ حديثا، قبل 100 سنة وجاي. فألم نجعل له عينين، الله بذكرك، ولسانا وشفتين، مشان تشكر. وإذا ما شكرت الله مصيبة. إذا هذه النعم اللي الله أكرمك فيها لم تشكر الله عز وجل عليها، هذه معرضة للزوال. لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك
من زوال نعمتك. إمتى بتزول النعمة؟ لما ما بتشكر الله عليها. ممكن أن يزيلها ويعذبك بعدها. أما إذا شكرتها بارك الله لك فيها وزادك من فضله. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني ما شكرتم النعم، إن عذابي لشديد. فشكر الجوارح، استعمال هذه الجوارح والنعم فيما يعود بالخير عليك وعلى من حولك. شو الدليل على ذلك يا أخواننا؟ الله قال: اعملوا آل داود شكرا. سيدنا داود أكرمه الله بنعم. والد سيدنا سليمان كان ملكا نبيا، فقال ربنا سبحانه: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. كان سيدنا داود عليه السلام له صوت جميل وله روحانية عجيبة. إذا ذكر الله تذكر الجبال معه، بيطلع له صوت ذكر، لا إله إلا الله، تقول الجبال والطير، كل شيء خلقه الله يذكر الله معه. كذلك سليمان وأعطاه الله من النعم، بعد ما ذكر هذه النعم قال الله عز وجل: ما قال اشكروا بلسانكم، قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعني قليل ممن يشكر الله حق الشكر اللي هو بالعمل. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم المدينة رأى اليهود يصومون يوم 10 من محرم اللي هو يوم عاشوراء. قال: لم تصومون هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه وشيعته وأغرقه، فصامه موسى شكرا لله. هذا إذا نجاة سيدنا موسى وهلاك فرعون وين كانوا؟ ب10 محرم. فصامه موسى شكرا لله، ونحن نصومه يعني كما فعل موسى نبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. لذلك عاشوراء في بداية الهجرة كان صيامه فرضا، ولما نزل في السنة التي بعدها فرضية صيام رمضان نسخت فرضية صيام يوم عاشوراء وصار يوما مستحبا يستحب صيامه. وحتى لا ينساه الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله، حتى ما تتركوا. ليش؟ بده يذكرك النبي عليه الصلاة والسلام أنه عند كل نعمة بدك تشكر. طيب، النعم العظيمة التي أكرمنا الله بها بدنا نشكر الله عليها. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. في سورة ياسين: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم شو أفلا يشكرون. يا الله على هالعتاب هذا من الله، أفلا يشكرون. وقليل من عبادي الشكور. لذلك كان سيدنا عبد الله بن عباس يطوف حول الكعبة ويقول: اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني من القليل. أنه قليل يا ابن عباس؟ قال: قليل من عبادي الشكور. فقليلا ما تشكرون، قليلا ما تؤمنون، قليلا ما تذكرون يا ربي. لأنه لذلك يا أخواننا مو عجيب أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال عن سيدنا آدم حينما ينادى يوم القيامة، قال: يا آدم، مين بينادي له؟ رب العزة. يا آدم أبو البشر، يقول: لبيك يا رب.
يقول أخرج بعث النار من ذريتك، افرزهم، اللي بيفوروا على النار اللي يروحوا على الجنة. قال فيخرج من كل 1999 إلى النار، يا لطيف، وواحد إلى الجنة، وقليل من عبادي الشكور. لذلك يا أخواننا بدنا نركز. شكر القلب أن تعتقد يقينا أن هذه النعمة وما بكم من نعمة فمن الله. أنا عم بحكي لكم هلا في ناس بيقول لك إيه والله معتقدين الحمد لله إنه المي من عند الله والهواء من عند الله والشمس والقمر والكون كله من الله. إيه بس لكن بصراحة عود بقى معك، حدثنا شو صار معك. بيقول لك والله رحنا جينا سافرنا بعنا اشترينا عملنا جاهدنا انتصرنا. طيب وقبلها؟ طب ما في بفضل الله بتوفيق الله بعناية الله. بتلاقي نص ساعة بيحكي عن حاله وأعماله. طب قول أنا ذلك فضل الله. لما سيدنا سليمان قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت أنا آتيك من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، لما شاف عرش بلقيس مستقر عنده في فلسطين من اليمن، شو عمل سيدنا سليمان؟ يعني قال هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. هذا سليمان. لذلك يا أخواننا تلاقي الناس دائما عم ينسبوا الأعمال لإله. الفعال هو الله، المعطي هو الله، المنعم هو الله. إذن فأختم بهذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم يصبح ابن آدم كل إنسان وعلى كل سلامة من جسمه صدقة. كل سلامة، شو يعني سلامة؟ عظمة. العظمة قديش عدد العظام بالإنسان؟ كتار ما شاء الله عليك، باجر يا أخي فهمان. كتار. أول ما بيولد بيكون عظامه كثيرة، بعضهم قال 360 عظمة، لكن شوي شوي لما بيكبر بصير بقى، لذلك بيلزق العظم مع بعضه، بيصيروا كل عظمتين 3 بيصيروا بقى عظمة، إلى أن يصل عدد عظامه إلى 206 عظام. إذن معناتها أنا بيقول النبي عليه الصلاة والسلام يصبح ابن آدم على كل عظمة منه صدقة. معناتها إذا أنا بدي طالع صدقة عن كل عظمة من عظامي قديش لازم أدفع؟ 206. يعني إذا 100 ليرة ما عاد تساوي شيء. اليوم عم بقول له لواحد قلت لك والله ما عاد شفت ال 100 ليرة، قال لي ال 200 ما عاد شفناها. قال لي لا في 200 ولا في 100. صفيانة آخر وحدة 500 وما لا قيمة. إذا أخذ الولد صغير من 500 ليرة على البياع شو بيشتري فيها؟ الكاية؟ يا ممكن الكاية. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يتوب علينا، الله عز وجل يغنينا من فضله. ف 206 إذا كنا نحطها 1000 ليرة على كل عظمة، هي شكر لله عنا 206,000 ليرة. يا لطيف، 200,000 و6000. فلكن والله صعبة نأديهم كلهم. إذا كل يوم الواحد بيتصدق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ففي كل تسبيحة صدقة. إذا قلت سبحان الله من قلبك بس، مو لسان سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، نغير نغير يعني لازم التسبيح يخرج من القلب. تسبيح وتنزيه الله عن كل نقص وعيب. سبحان الله صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، في كل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. ليش نحن بنكرر دائما يا أخوانا؟ لا حدا يقوم من الصلاة لحتى يسبح التسبيحات هي 33 33 33. ثم قال صلى الله عليه وسلم
وتعدل بين اثنين، تصالح بيناتهم، تحكم بيناتهم بالحق، تردهم إلى محبتهم، وتعدل بين اثنين صدقة. قال وتعين الرجل فتحمله على دابته في ذلك الزمان صدقة، وتحمل له متاعه، تساعده بحمل الأغراض صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. إذا قالوا السلام عليكم ورحمة الله، يا الله صدقة، تنكتب إن شاء الله كأنك أنت تصدقت. وتبسمك في وجه أخيك صدقة، بس هيك زمان. عرفتوا علي؟ الله بيكتب لك، وبتكون دفعت شو؟ ضريبة اللي الله أوجبها عليك على كل عظم من عظامك. ثم قال وأمر بالمعروف صدقة. إذا نصحته نصيحة، لك ما عم بشوفك بالجامع يا فلان، والله اشتقنا لك. تصور في واحد كان تارك الصلاة، صار لي فترة طويلة مالي شايفه، من زمان هذا الكلام. شفته عند بائع من هالبياعين، هو أنت فلان؟ قال لي إيه. قلت له قد صار لك ما أجيت على الجامع؟ قال لي أوه والله زمان يا أستاذ، والله اشتقنا لك. بس كلمة قلت له والله اشتقنا لك، خلينا نشوفك بالجامع. والله بعد ما أجى لعندي قال لي الله يجزيك الخير، قال لي أنا كنت تارك الصلاة وما عاد جيت على الجامع. قال لي نفس وشيطان، بس لما أنت شفتني وقلت لي ليش ما عاد شفناك بالجامع، والله اشتقنا لك. قال لي رجعت، والله رجعت وبهمة عالي، وهلا صار لي بفضل الله ملتزم كذا شهر. كلمة أحيانا أمر بالمعروف لك، وهي يعني ما بدها الحكاية. يعني الله عز وجل وصف المؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي كل خطوة تخطوها إلى المسجد صدقة. معناتها دفعناهم ولا ما دفعناهم؟ ثم قال وتميط الأذى عن الطريق صدقة. إذا شفت شيء يؤذي الطريق أبعدته عنه فصدقة. والله يعني يا إخواننا، لا، في ناس بيجيبوا الأذى بيحطوه بالطريق. يعني أدوا إخواننا بياعين البنزين الله يجزيهم الخير، تلاقي مقرب البنزينات لنص الشارع. والله هذيك المرة عم يحكي لي أخ، قال لي ما انتبه يا حرام، ما زبط معه الفرام، راح بعد ما البنزينات شي 10-15 بدون، نفضهم بهالسيارة، قال لي وفرطوا وراح البنزين، الله ستر ما صار حريقة. طب رجعوا شوي. في أخ قال لي كنت مارق بالسوق من كثر ما هم قربين، صلي بالليل والله ولو ركعتين. هذه صلاة العافية وشكر الله على البدن، بيحفظ لك الله بدنك. والدليل على ذلك قال عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل يا شباب، ولو ركعتين قبل الفجر، وخصوصا هلا عم يأذن الساعة 6، ما هيك؟ يعني إذا فزيت الساعة 6 إلا ربع بتلحق ركعتين. عليكم بقيام الليل فإنه دأب، أي عادة الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، وتكفير عن السيئات، ومنهاة عن الإثم. بعدين أهم وحدة اللي بيحب يصلي قيام الليل، دأب الصالحين. يعني صالح بدون قيام الليل، ولي بدون قيام الليل ما يسمى وليا. دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، وتكفيرا للسيئات، ومنهاة عن الإثم، منهاك هذا القيام عن الإثم في النهار. والخامسة ومطردة للداء عن الجسد. يا الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يلي بيحب يطرد الداء، المرض والأوجاع والأسقام عن جسده يحافظ على قيام الليل. إذن هذا يا أخواننا الشكر العملي. إذن لا يكون العبد شاكرا إلا حينما يحقق أركان الشكر الثلاثة، وهي شكر القلب، وما بكم من نعمة فمن الله، اعتقاد. 2 أن يكثر التحميد والثناء على الله باللسان. 3 والأهم وهو أصدق أنواع الشكر، أن تعمل ما يرضي المنعم سبحانه وتعالى. إذن هذا ما وفقني الله إليه، إن شاء الله ربي عز وجل بيجعلنا من الشاكرين. يعني نحن مطلوب منا أن نشكر، ويوم القيامة إذا ما شكرنا الله يعيننا، لأنه الله عز وجل قال أقسم في سورة
ثم لا تسألن ألهاكم التكاثر، أي بدنا نرجع لها إن شاء الله. والله ثم لتسألن يومئذ عن لام قسم، والنون نون التوكيد. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني عن النعم. بيسألك الله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه. ومين بده يسألك؟ الله الذي يعلم كل شيء وخائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك شدوا الهمة بالشكر يا أخواننا، قولا باللسان والثناء بالاعتقاد في الجنان ثم بالعمل في الأركان. صفي دقيقة يمكن لإقامة الصلاة أو دقيقتين. رح أذكركم أنه يوم الخميس القادم بتكون في عنا بعد المغرب ليلة عظيمة تبدأ من بعد أذان المغرب، وهي ليلة النصف من شعبان. هذه الليلة يا أخواننا ما فيها شيء، بس جعلها الله عز وجل مغفرة لذنوب عباده وعفوا عاما عن كل جرائم الخلق. ما في هنالك الملوك تجعل يوم تعفو فيه عفو عام، لك والله أخي جاء ولد للملك، مثل ما بيصير بالمغرب أحيانا بيصير معه للولد بيعملوا له ختان، ببركة الختان بصير عفو عام عن المساجين. أنا قرأتها بالأخبار مش كذا سنة، والله سووا عفو عام المغرب. خير؟ قال والله ملك المغرب جاء ولد وسووا له ختان، فالختان هذا إذا عفى المساجين ببركة شو؟ قريتها بالأخبار يعني. المهم يوم النصف أو ليلة النصف بشعبان في هنالك عفو عام، لكن هذا العفو يشمل كل خلق الله، لكن إلا اثنين: المشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به، والمشاحن. شو هو المشاحن؟ المتخاصم مع غيره، الذي امتلأ قلبه بالشحناء والبغضاء والحقد، في بينه وبين أخوه تصارم، أخوه في الله أو أخوه في الإسلام أو جاره، في هنالك بيناتهم حقد. هذا الحقد إذا موجود لا يغفر الله لصاحبه. لذلك الآن معنا السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس، قبل ما تصير ليلة الجمعة الجاية 5 أيام. شوف مين في بينك وبينه خصومة، قد يكون أخوك، ابن عمك، جارك، رفيقك قديم، لا بد أن تصلح ما بينك وبينه من الخصومة. وغالب هالخصومات مردها إلى أشياء تافهة. والله حكى عني في يوم من الأيام وكذا. طب وإذا حكى عنك يعني أنت أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما حكوا عنه، قالوا عنه ساحر وقالوا عنه مجنون وقالوا عنه كذاب، وهو صلى الله عليه وسلم مبرأ من كل هذه. لذلك يا أخواننا إذا بدنا الله عز وجل يغفرنا يوم الخميس القادم مساء الخميس ليلة الجمعة، علينا أن نصلح ما بيننا وبين الخصماء. شوف إذا سألت مرة واحد والله كم خصم عندك، عمره شيء 60 سنة، فكر هيك، قال لي والله بدك الصراحة صار عمري هالعمر وبفضل من الله ما خاصمت أحدا ولا أحد خاصمني، ولا في بقلبي حقد على إنسان مطلقا. الله يهنيه بهذه. النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد قال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة من باب المسجد. التفتوا هيك وإذ بواحد من الصحابة فات، شاب يعني مية الوضوء عم تنزل من لحيته وقد احتمل نعله بيديه. ثم في كم يوم قال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يعني هذا مبشر. وإذ بهذا الشاب نفسه، والمرة الثالثة كمان نفسها. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص من شبان الصحابة عرف بده يصطاد، راح لعند هذا الإنسان قال: يا فلان إني لاحيت أبي في 3 سنة أنا وأبي، وإني أقسمت أن لا أبيت في البيت، فإن أحببت أن تبيتني عندك 3 فجزاك الله خيرا، يعني أنا ما عاد صفي لي بيت. قال له: تفضل على الرحب والسعة. ويبدو هذاك كمان كان عزابي. قعدوا
قال سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال فبت قائما وبات نائما. هو رايح بده يشوف شو عم يشتغل، النبي بشره 3 مرات بالجنة. قال فبت قائما، والله أنا ما في شيء بيني وبين أبي، لكن أنا حبيت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا، فأنا أحببت أن أعلم ما هو عملك الذي استوشبت فيه بشارة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. فقال والله ليس إلا ما رأيت، هذا الشغل تبعي. فمشي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص فناداه هذا الرجل اللي هو أظنه عبد الله بن سلام، قال غير أني، شوفوا يا شباب في شيء رح أعطيك أنا الآن السر، غير أني لا أحمل في قلبي غشا على أحد من أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. لك أنت ليش عم تحسد هذا؟ سواء أعطاه الله ولد ولا زوجة ولا بيت ولا سيء، لك هذا عطاء من الله. الله قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم. أنت الحسود اللي عم تحسد غيرك، أنت الآن عم تعترض على الله. يا ربي أنت ليش عطيت فلان وأنا ما عطيتني؟ هذا حسود. إذن هذا الذي ميز هذا الأخ الكريم الصحابي الجليل بأنه من أهل الجنة. شو هو منين؟ لا عنده حقد ولا عنده حسد. والله لو بتسجد بالليل وبالنهار وبتذكر الله بلسانك ما بيوقف عن الذكر، وبقلبك في حقد على أحد من المسلمين، لا يغفر لك. مو بس بليلة النصف من شعبان، حتى في مواسم المغفرة برمضان. النبي عليه الصلاة والسلام قال تفتح أبواب الجنة في كل يوم اثنين وخميس فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، يعني عم يستغفر لكن ما عنده شرك، إلا لأخوين متصارمين، اثنين متخارقين ومتحاملين حقد، فيقول الله عز وجل أنظروا هذين حتى يصطلحا، متى اصطلحوا أنا بغفر لهم. لذلك يا أخواننا نصيحة من هون ليجي يوم الخميس حتى الله يغفر لك، لأنه كثير اليوم يجوني سيدنا وين الإحياء اليوم يوم الخميس القادم؟ بدنا نصلي، بدنا نقوم منيح، تذكر الله وبتقرأ قرآن وبتصلي وبتصوم، لكن قبل ذلك كله شو؟ دير بالك على قلبك ما يكون حامل حقد، لأنه ما لا تشملك المغفرة إذا كنت حاقدا أو في خصومة بينك وبين أخيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذه الليلة ليلة النصف بشعبان ممن يشملهم عفو الله ومغفرته، وأن يكرمنا بأن لا نحمل في قلوبنا غلا لأحد من المسلمين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا. ويوم القيامة ما بتفوت على الجنة لحتى يزيل الله عز وجل منك هذا الحقد، ونزعنا ما في صدورهم من غل، حقد يعني إخوانا على سرر متقابلين. وعلى كل حال إن شاء الله يوم الخميس القادم تيمنا بالحديث فيغفر الله للمستغفرين ويرحم المسترحمين، نأتي إن شاء الله بعد صلاة العشاء نصلي العشاء جماعة، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ونصلي إن شاء الله ركعتين نستغفر الله قليلا بهذه الليلة. عسى الله عز وجل أن يكرمنا بالقبول مع العافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. وغدا إن شاء الله هلا الصيام نحن عنا القيام بس فقط، يعني مو القيام كمان، حتى عنا أهم شيء أنه تستغفر الله في هذه الليلة، وقبل الاستغفار شو؟ القلب السليم. الآن صيام يوم النصف من شعبان أنه هو يوم النصف لم يرد فيه حديث، لكن إذا حبيت الصوم على أنه هو اليوم 15، نحن مأمورين نصوم، أو من السنة أن نصوم 13 و14 و15. وإن كان يا أخوانا والله نسيت، لأن الموضوع لا يحتاج إلى بصراحة إلى درس خاص. من أكثر ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم شهر شعبان أنه كان يكثر الصيام فيه، وربما صامه كله، حتى ما يجي واحد إذا انتصف نصف شعبان فلا تصوموا، لا، ما وصل النبي عليه الصلاة والسلام شهرين مع بعض إلا شعبان ورمضان صاموا كله. سيدة عائشة تقول كان أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان وربما صامه كله. عرفتوا علي؟ فإذا كان أنت حبيت تصوم شعبان كله ما حدا بيقول لك شو، عرفتوا علي؟
وإذا بدنا نصوم يوم الجمعة اللي هو 15 ما بيصير نصومه لحاله، لأنه في نهي بالحديث الصحيح، نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، تخصيصها بالصيام وقيام وليلها بالقيام. إذا بدك تصوم يوم الجمعة اللي هو 15 شعبان بدك تصوم يوم قبله اللي هو الخميس أو يوما بعده. منيح اللي نبهتنا على النقطة يا أبو حسام. هذا صديقي بالحج، غرفتي كانت قدام غرفته، الله يجعلنا إن شاء الله من أهل العودات نحن والسامعين. أقيم الصلاة يوم الجمعة القادم، يوم السبت بكرة إن شاء الله. الشيخ عبد الرحمن الله يجزيك